السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر في فيديو جديد من مشيئة الحياة. بعد ما ورينا حضراتكم ازاي بتتم عملية التسميد، احنا دلوقتي هنوريكم ازاي بتقوم هنا في المشتل بعملية الري. زي ما حضراتكم شايفين كده، الري هنا لازم يبقى بإحكام قوي، يعني ولا تزود في المية ولا تقلل في المية، خير الأمور أوسطها. ليه؟ عشان ممكن لو زودت يحصل عفن في الجذور، ممكن لو قللت يحصل جفاف للنخله ذات نفسها، وده طبعا بيأثر. تاني حاجه، اهم حاجه لازم نكون محذرين منها واحنا بنقوم بعمليه الري، اننا ما نجيبش ميه على قلب النخله، عشان طبعا ده بيعمل عفن جوه النخله. زي ما حضراتكم شايفين كده، ابو منا بيقوم بسم الله ما شاء الله بطريقه ري محكمه جدا. طبعا احنا بندي لحضراتكم ساعه التعاقد برنامج ري وبرنامج تسميد حضراتكم بتمشوا عليه، وده لتحقيق اكبر منفعه للنخل. زي ما حضراتكم شايفين دي نخيل برحي بنت جوره فرنساوي، زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله مكونه مجموع خضري كويس، كذلك مطلعه فسائل، كذلك مكونه مجموع جدري قوي. بسم الله ما شاء الله حاجه قمه في الروعه والجمال. وكده نكون ورينا لحضراتكم ازاي بتتم عمليه الري عندنا هنا في المشتل. في اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لناس اكتر. كان معكم المهندس مصطفى السيد بكر من مشيئة الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.